انا اتفرجت على فيلم اوبنهايمر من كام يوم. انا هحرق يعني. انت عارف ان القنبله الذريه نجحت واترمت على اليابان؟ لو دي فيها حرق فما تتفرجش على الفيديو ده. انا بصراحه ما كنتش متخيل ان هو هيعجبني. ليه؟ لان انا ما بحبش افلام كريستوفر نولان ما عدا فيلم برستيج وميمنتو، لان الافلام بحس ان احنا داخل حصه فيزياء. ده غير ان كل الكلام اللي كان موجود على الفيلم ان ما استخدمناش الكمبيوتر جرافيكس فعملنا المشهد بتاع القنبله ازاي. الحاجات دي بالنسبه لي يا جماعه ده يعني ده تكنيك. فيلم ذا سبيس اوديسي بتاع ستانلي كوبريك فيلم عظيم، بس مش عظيم عشان خاطر ما استخدمناش كمبيوتر جرافيكس او مش عارف الخدعه اتعملت ازاي. لا، الفيلم فعلا عظيم. اوبنهايمر هل عجبني ولا لا؟ اه، لان انا ما حسيتش ان انا داخل حصه فيزياء، او الفيزياء كانت قليله قوي، بس انت كنت محتاجها طبعا عشان تفهم ايه هي القنبله الذريه، ده اساسي. لكن الفيلم كان مركز على الشخصيات، مركز على الصراع، وطبعا بالذات اوبنهايمر النهارده فرصه عمره انه عشان ينجح هيموت كميه بشر مهوله. فده الصراع اللي عنده، هل هو نجح ولا ما نجحش؟ هل القنبله كان ليها لازمه ولا ملهاش لازمه؟ خصوصا ان المانيا كانت استسلمت. هو ده الصراع. وفي مشهد يعني ده عظيم، ده مشهد كلاسيكي، يعني اللي هو المفروض اوبنهايمر النهارده فرحان وبيقول للناس ان احنا نجحنا. اتفرج عليه هو بيقول احنا نجحنا. الصراع اللي جواه اللي هو بيقوله مش هو اللي حاسس بيه. تثبت انك انت معاك نص جيد، ومعاك مخرج جيد، ومعاك ممثلين هايلين. فيلم معمول بمعلمه، ومن احلى الافلام لكريستوفر نولان بالنسبه لي. هل الفيلم يصلح للاطفال؟ لا. هل الفيلم يصلح كديت؟ لا. فيلم يصلح يعني كموفي نايت، يعني انت هو 3 ساعات. فيلم يعني يصلح كده ان انت تقعد فيه كده وتقعد تتفرج وبعمق، مفيش حد جنبك يشتتك، ولا حد يرمي افيه، ولا حد يقول اي حاجه. اتفرج عليه كده ايه مع نفسك كده. اللي شافوا الفيلم يقولوا لي ايه رايهم، واللي ما كانش يعرف ان القنبله الذريه هتنجح مش عارف اساعدك بصراحه.